اوعى تزهق روح بني ادم منه. لو انت قتلته يبقى في التوقيت ده قتلته مرة، لكن تزهق روح بني ادم منه وتأذيه اكنك بتقتله في كل ثانية، مش في كل دقيقة، وكل ثانية بيموت فيها انت بتزهق روح بني ادم منه. في التوقيت ده ربنا هيحاسبك على كل ثانية انت بتموته فيه، لانك انت بتجعل منه انسان بلا روح، جسد بس. ليه؟ لانك انت زهقت روح البني ادم ده منه بأي نوع من أنواع الأذية، فأنت كده بتزهق روح بني آدم منه. فربنا هيحاسبك في كل ثانية بتزهق روح بني آدم منه، لأن أنت جعلت منه إنسان مسجون جوه نفسه، أكنه مرمي في وسط بحر مش عارف يرسي على شط، وكل ده بسبب الأذية بتاعتك انت. فانت لو طلعت الطبنجة بتاعتك وضربته مرة واحدة بالنار مات واستريح، وانت حسابك عند ربنا. لكن انت تزهق روح بني آدم منه أكنك بتموته في كل ثانية. ربنا هيحاسبك على كل ثانية البني آدم ده من أذاك، هتتحاسب. وهتتحاسب في كل ثانية انت زهقت روح بني آدم منه. الأذى أنواع وأشكال كتيرة جدا. واللي بيلبس توب اللي هو الأذى، بيلبس طوب الأذى في الأذية في الناس. طيب انت لما تأذي بني آدم، هو انت ضامن عمرك؟ ضامن تعيش لغاية بكرة؟ لا، انت ما تضمنش عمرك لغاية بكرة ولا ثانية. شوف بقى لما هتقف قدام الديان العادل قدام ربنا هتقول له ايه؟ هتقول له ما كانش قصدي، كان لحظة اندفاع مني. هتقول انهي عذر قدام ربنا وانت اذي بني ادم وزهقت روح بني ادم منه؟ هتقول اللي انت كنت من وجهة نظرك اللي انت بتعمله صح؟ لا، ربنا ما عندوش ظلم. ربنا خلق الطير على الشجر وليه رزق، خلق البني آدم، كل البني آدم وبني آدم في حرية تامة، وكل إنسان بيحاسب عن أعماله، وانت هتحاسب عن أعمالك. ده ربنا بيرزق الطيور على الشجر، تيجي انت تزهق روح بني آدم منه وتتحكم في مسيرة الناس في مستقبلهم؟ ده ربنا خلقهم وهو اللي بيقولهم. انت بشر، ما وصلتش لدرجة اللي انت تبقى ديان. ربنا خلق الناس كلها أحرار مش عبيد. أصعب أنواع السجون اللي يبقى الإنسان مسجون جوه نفسه مش عارف يرسي على شط، فدي أصعب أنواع السجون. فالإنسان ربنا خلقه حر، خلقه بدون أي قيود، فربنا هو الديان العادل.